انت كمدرب ليه تخرج اللاعب ده اللي يكاد يكون ما لحقش يلمس الكوره؟ انت منزله ما كملش 10 دقايق على بعض. هل انت هتنزل ميسي مثلا مكانه مع احترامنا للاعب اللي كان هينزل ومحتاج انك تخرجه بقى عشان تشوف حد تاني يأدي في الملعب؟ وبعدين ايه ان اللاعب ما اداش المطلوب منه؟ يعني هم اللعيبه العشرة الباقيين اللي في الملعب ادوا المطلوب منهم، انت اصلا منزله وانت خسران 3، انت مستني منه ايه مثلا؟ يتشقلب لك؟ هو اصلا ما لحقش يعمل حاجه، ده انت تاني ترتيبك الاخير في الدوري. فهل ده برضه بسبب اللاعب؟ الصراحه التصرفين ما عجبونيش خالص، سواء تصرف المدرب الغريب جدا ده تصرف غير احترافي بالمره تجاه اللاعب ونفسيته، او تصرف اللاعب الغير اخلاقي بالمره تجاه المدرب بعد خروجه. مهما حصل برضه ما كانش ينفع تكون دي ردة الفعل، وشفنا مواقف زي دي كتير. اقرب مثال هو محمد شريف مع كارلوس كيروش مدرب المنتخب السابق. فطبعا اي كلمه انا قلتها في الحلقه النهارده مش مبرر بالمره لتصرف اللاعب تجاه المدرب بتاعه. فانتوا ايه رايكم في الموضوع ككل؟ هستنى اجابتكم في الكومنتات. ولو عايز تشتري تي شيرت فريقك المفضل خش على الستور الخاص بينا كيك اوف ستور، لينك بيجي الفيس هتلاقيه في البايو، وشوف الكوليكشن واختار اللي يعجبك. بس شكرا على المشاهده، ما تنسوش لايك والفولو لو تيك توك، واللايك والسبسكرايب لو يوتيوب. سلام.